تحب تعرف عن الراجل اللي كان شايف نفسه صاحب مكانة لأنه كان معاه مفتاح الكعبة والناس كلها كانت بتحترمه، بس كان جواه كبر وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم فتح مكة النبي دخل والراجل ده كان واقف متوتر جدا وكان خايف يخسر كل حاجة عنده. النبي وقتها طلب منه مفتاح الكعبة لكنه رفض وكان بيعند مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا مش هتدخلها. لكن بعد شوية اضطر ان يسلم المفتاح والنبي بالفعل فتح الكعبة ودخل صلى فيها. وهو طالع الكل كان منتظر يشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيتصرف ازاي مع اللي كان واقف ضده بعنده. لكن المفاجأة صدمت كل اللي كان واقف. النبي مد المفتاح وقال له بكل هدوء: خذ المفتاح، اليوم يوم وفاء وبر. الراجل اتصدم من الكلمة لأن الكلمة دي كسرت كل الحقد والعناد اللي كانت جواه. بعدها قال: والله ما كان الإسلام أحب لقلبي من هذه اللحظة. وصاحب القصة ده هو عثمان بن طلحة. تخيل كلمة واحدة بس من النبي صلى الله عليه وسلم كانت كفاية تغير قلبه لحد ما يموت. وهو ده تأثير الكلمة الطيبة في نفس أي حد بتتكلم معاه. فلا بد إنك تغير أي كلمة ملهاش لازمة بكلمة طيبة في أي موضوع، حتى لو أنت شايف إن الموضوع محبط أو مش هيتحل. كلمة واحدة تقدر تغير كل حاجة. متنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتعمل لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن.